الحمد لله يا اخواتي، الصفقة باظت. الحمد لله سامسون الجديد صفقته باظت. اللاعب اللي كنا متخوفين منه جدا وبنقول بلاش سامسون جديد، بلاش نسترخص، اللاعب الحسن كروما، الحمد لله الصفقة باظت. والحمد لله الكابتن هيثم فاروق خدمنا خدمة العمر لما طلع بالتصريح قال لك انا ما رشحتش اللاعب ده لنادي الزمالك عشان الناس اللي بتقول انا اللي رشحته. اللاعب كويس على عيني وعلى راسي بس لا يصلح لنادي الزمالك، مش ده مستوى نادي الزمالك. نادي الزمالك يستاهل لاعب احسن من كده، وده اللي كنا بنقوله. بلاش ناخد بالفيديوهات بتاع الدقيقه والدقيقتين والقصص الحزينه دي ونعيد قاره مشلاك تاني وعمر فرج وسامسون ونضاي، كل دول كنا بنشوف لهم فيديوهات موت. الحمد لله بقى الاداره بدات تفوق شويه ودخلت في صفقه سوبر، يا رب تخلصها. صفقة المهاجم الأنجولي جيلسون دالا، مهاجم نادي الوكرة ومهاجم منتخب أنجولا ولاعب دولي ولاعب كبير. بس الحلو ما يكملش، الإدارة بتاعتنا تقول لك إيه؟ التصريحات الأخيرة تطلع، وده الكلام بقى اللي إحنا ممكن نصدقه عشان هي إدارتنا كده فعلا، تقول لك عرضت على نادي الوكرة تاخد اللاعب مجانا إعارة لنهاية الموسم وتدفع المرتب بتاعه. فاكره نفسها راح تجيب مشلاك. يا جماعه مش هينفع القصص دي، مش هيوافقوا على الكلام ده. ده مش لاعب كسر هما بيرموه زي ما التاني ضحك عليك بتاع نادي احد السعودي وقال لك خدوا ادفع له مرتبه ومش هتدفع فلوس في الصفقه. بلاش بقى القصص دي. ودخلوا تاني في عادل بولبينا، يا ريت لاعب دولي جزائري فعلا. احنا مش يا عم هاتوا الصفقتين دول ومش عايزين منكم حاجه تاني. الميركاتو ده واحنا مرضيين الميركاتو ده والدنيا زي الفل. سلام.